عندك تجاعيد حوالين الفم، عايزة تحقني فيلر عشان تظهري الفم أجمل؟ ما تحقنيش فيلر، اعملي التمرين والمساج اللي أنا هوريهم لك بطريقة طبيعية. وفري فلوسك يا جميلة يا قمر، وخليكي دايما شباب. عمري فوق ال60 والحمد لله زي ما انت شايفة. ركزي على صورتي، أنا بعمل كده عشان أثبتلك إن أنا مش حاطة فلتر ولا فيلر ولا أي حاجة خالص، كله من الطبيعة. ركزوا في الكلام اللي بقولهولكوا. هنشوف أول حاجة المساج. احنا هنا ماسكين العضلة، الفم مليان عضلات حوالين الفم، لما بتصغر الفم بيتكرمش. انت بتمسكي كده بتحسي العضلة بتزفلط تحت صوابعك. اعجني العضلة برفق، وبعدين ابدأي تعملي حركتين بصوابعك وتشدي من غير سحب، من غير ما تسحبي الجلد. مش عايزين نسحب الجلد خالص. ركزي على العضلات اللي حوالين الفم. بعدين هتمسكي الفم، الأطراف بتاعة الفم، وتعملي برضو نفس التمرين أو نفس المساج. ركزي معاها. لا، هي مش 45، أنا غلطت، هي دي 63، 45 جاية. التمرين ده هيكبر الفم من أعلى، من أعلى صباعك كده، وتركزي تضغطي على الصباع بعضلات الفم. 1 2 3 10 مرات. دايما نبدأ ب10 عدات ونزود. جمالك صحتك طبيعة بس